بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة فيديو جديد، وان شاء الله يبقى فيديو جميل ويعجبكم بإذن الله، ويكون يومنا كله خير وتفاؤل. عاملين ايه؟ كويسين؟ محدش سأل عليا مع اني بقالي اسبوع تعبانة جدا ومختفية عن الانظار. ان شاء الله يا رب يكونوا كلكم كويسين وبصحة وبسعادة يا رب. موضوع النهارده اللي هتكلم فيه، طبعا قبل اي حاجه حط اللايك واشتراك في القناه، وتعليق حلو بعد ان شاء الله ما تسمع الفيديو ويعجبك، واعملوا لايكات من كل تليفونات الاسره والعيله والجيران والبقال وكله. الفيديو بتاع النهارده هيبقى عن موضوع رجوع ضني وياسمين. انا ما اخبيش عليكم، انا من اكتر المعجبين بضني واكتر المعجبين بياسمين، وبحبهم هما الاتنين كابل مع بعض، علشان كمان الامور اللي اسمه سليم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليه لهم طفل كويس وامور، و يعني يستحق ان هو يعيش حياة طبيعية فعلا بين ابوه وامه. طفل مؤدب وذكي وشاطر، وبيعرف يتكلم وبيعرف يحاور. حرام ان الطفل يتحرم من واحد فيهم، الاب او الام. ولو واحد فيهم كان اتجوز التاني كان هيتحرق بلوعة الحب، هيبقى متخيل نفسه وحبيبه في حضن حد تاني. فربنا سترها معاكم لغاية دلوقتي، وخطوبة ضني فركش، وقبل كده ياسمين، عشان خاطر ان انتوا تبقوا مع بعضكم. فنحترم بقى بعض ونحترم نفسنا بقى ونشغل العقل شوية، ونمسك فيه كده بايدينا واسناننا، ونحافظ بقى على ايه؟ الشعرة اللي بينا ونقويها. وبلاش بقى نقول بقى ونتمحك ونقول احنا راجعين عشان خاطر سليم. لا، انتوا راجعين عشان انتوا بتحبوا بعض، عشان ده اللي هيخليكم تستحملوا الحياة. لكن لو على سليم، ما انتوا كل المحيطين بيكوا عايشين سنجل، يعني الام بتربي عيالها او الاب بيربي عياله، يعني بيبقى العيل يا مع امه يا مع ابوه. بالنسبه لك يا ياسمين، وبالنسبه لضني برضو. فيعني مش حاجه غريبه ان في اطفال بتعيش من غير ابوها او من غير امها، لكن انتوا بتحبوا بعض وعايزين بعض. واللي حصل ما بينكم ان في شعلات كده، ايه، قعدت تنفخ في الزبادي زي ما بيقولوا، لغاية ما خلت الدنيا غليت، بقت في وضع الغليان. انا كنت عايزة اكتب لكم من زمان، وانا فعلا كتبت من ايام ما زعلتوا مع بعض، وقعدت اقول لكم حاولوا حاولوا حاولوا، بس انتوا وصلتوا ان انتوا عكرتوا اللبن. دلوقتي احنا اشترينا كيلو لبن جديد، وهنشربه بالهنا والشفا، وهتقضوا ليالي كلها سكر وعسل، في ليالي دافية وحلوة، وفي وسطيكوا ابنكم. ولا تعبروا اي حد مش موافق. شوفي لو حد من اهلك من اصغرهم لاكبرهم، او حد من اهلك من اصغره لاكبرهم، ولا اي حاجة، ما يعني ما كل واحد يبص على نفسه، وكل واحد بيغلط. وانت يا مامت يا ضني، ما انت مامتك سابت باباك فترة طويلة ورجعت له، طب ايه يعني؟ والحاجة فاطمة ما اتجوزت اتنين. ف وصدفة بعد ما لقيت ما فيش رجال بيسوا اتجوزت. الدنيا ما بتوقفش، وكل واحد بيصلح غلطه وبطريقته، وبيعيش على طريقته. وانتي اصلا يا ياسمين دايما صوتك من دماغك، وبرضو ضني هيبقى كده. ضني ابن حلال يا ياسمين، وعششي على بيتك. سواء قعدتي عندك قعدتي عنده، ولا اي حاجة قعدتي عنده، يعني في وسط عندك، يعني في وسط اهلك، برضو يبقى ليك حريتك واستقلالك، وبابك المقفول عليكي. واللي يزعل يزعل، باين قوي قوي في ناس محروقة، وامبارح كده كانوا في الفيديو بيولعوا من كتر الحرقة اللي هم فيها، لدرجة ان مش كل المتابعين بقى هيبقوا غلطانين، طلعوا قالوا لها انت بتشعللي بين امك واختك. وانا ملاحظة كده، يعني بصراحة انا كنت فاكرة ان سعاد اطيب من كده، بس طلعت معرفش يعني ما تنفع. وبصي يا ياسمين، انا اجيبها لك من الاخر،
يجوز ان مثلا انتوا عاملين احزاب، مثلا انت واختك عشان من اب ودول من اب، يجوز العلاقات بينكم ما كانتش حلوه زمان، يجوز دلوقتي. المهم سيبك من كل الكلام ده. انت مجرد ما لو كان كتب كتابكم يبقى الف الف مبروك، لو ما كتبش انزلي اكتبيه النهارده قبل بكره، والا هيقعدوا ينفخوا تاني في النار، ينفخوا في النار، وهتلاقوا نفسكم رجعتوا في كلامكم. محدش هينفعك لما تنامي بالليل سنجل كده على سريرك وتبقي محتاجة دفى ضني ومش هتلاقيه، محتاجة حضنه، محتاجة حبه، محتاجة حنانه، محتاجة انه يحتويكي، محتاجة انه تاكلوا اللقمة تقسموها سوا زي زمان. محتاجة ان سليم يقعد يتنطط في وسطيكوا في بيتك النظيف وبيته النظيف. ليه بيتك يستمتع بيه واحد تاني او بيته يستمتع بيه واحد تاني؟ استمتعوا انتوا بالحاجات اللي انتوا عملتوها. ما تتكبريش ابدا على ضني، ما تقوليش مثلا ايه انا بقبض وبعمل وبتاع. انتوا فتحتوا القناة سوا واشتغلتوا سوا، يعني القناة دي من حقكم انتوا الاتنين. القناة بتاعت ضني دلوقتي هو عاملها مع نفسه، فاهماني ازاي؟ وانت دلوقتي بقيتي مع نفسك، فانتوا مش هتستغنوا عن بعض ابدا. فالفقرة اللي فاتت دي انسيها، لكن فكري في الفقرة اللي جاية، الفقرة اللي جاية اللي هي الفترة اللي جاية بينك وبين ضني. ودايما حسسي نفسك انك انت اللي غلطانة وغلطتي اكتر منه، وهو برضو يحسس نفسه ان هو غلطان وغلط اكتر منك، علشان ده هو اللي هيخليكوا تسامحوا بعض. لكن لو انت قعدتي تقولي لا ده هو قال وقال 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 ومامته قالت وقالت وقالت وقالت، ما انتوا ما خليتوش، انت قلتي ومامتك واخواتك وحاجات ملهاش اي ستين لازمه. احنا بقى هيجيلنا بتاع ده، ان احنا هيجيلنا في حاجه في الذاكره، يعني هننسى السنة اللي فاتت دي اللي انت قضيتيها في حزن، وكان باين عليكي قوي، وكان باين ضحكك، وكان باين كل حاجة مش بتاعت ياسمين، مش بتاعت ياسمين الطيبة الكيوت كده اللي الواحد بيقعد يتفرج عليها وبتبقى عاجباه. كل واحد من اخواتك بيعمل اللي على دماغه واللي هو عايزه. جيتوا برضو هدى كانت عايزة تكتب كتاب عشان تروح مع خطيبها البيت يوضبوا ويعملوا، فركشتوا لها المواضيع، رغم ان كان ممكن كل واحد فيكم لو كان دفع 1000 جنيه كنتوا هتعملوا لها ان شاء الله في قاعة صغيرة، ان شاء الله في مسجد تكتب فيه كتابها، وتفرحوا البت اليتيمة الغلبانة اختكم الصغيرة اللي كلكم بتقبضوا فلوس قد كده ومحدش فكر يساعدها. لغاية ما تخلوها في الاخر تسيب خطيبها، حرام يعني. فانت ما تعمليش كده، انت في بينكوا ابنك، وبعدين ابنك محتاج ان هو ايه انت مش هتعرفي تربيه طبعا لما يكبر. الولد بيبقى عايز الاب مش الام، الام مش هتعرف تربي ولد. ده اول حاجة. تاني حاجة، وهو في وسط العيال كده هتحسي ان هو ابن سلالم بقى، شغل السلالم، وده ياخده وده ياخده وده يعمل بيه فيديو وده يعمل بيه سبوبة. بقول لك ايه يا سنين، خلصي نفسك من الكلام ده كله، ابنك داخل على مدارس وداخل على بتاع، استقر انت وابوه عشان ما تبقوا عيلة شيك وجميلة كده، تروحوا المدرسة سوا، تقدموا له تعملوا له. ارتفعوا بنفسكم. اعملوا مشروع عشان ضني ينزل يروح يشتغل طول اليوم، وخلي موضوع اليوتيوب والحاجات دي تبقى حاجات كده أساسية، ويعني مش أساسية زي الشغل. وربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله، ونسمع عنكم كل خير. وخدي الزغرودة يا ياسمين من ماجي، اعتبرينا احنا اخواتك وامهاتك، ولا يهمك اي حاجه. وهم لو متضايقين دلوقتي بكره هينسوا برضو، ما اللي اتضرب واللي اتشتم واللي اتهزق وفي بينكم قضايا وفي بتاع، انتوا تنازلوا هم يتنازلوا وتخلصوا، بس وقت تنازلوا هم ما يتنازلوش تلاقي جوزك بعد كده بقى في التخشيبه. يلا السلام عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي يا حبايبي.